بما ان صوت الكابتن بقى عجبكم فانا ما حبيتش اجيلكم ايدي فاضيه. والله العظيم هقول الحق. ازيك يا كابتن شريف؟ ازيك يا احمد، عامل ايه؟ اكتر كلمه بنسمعها في مصر بعد اي اخفاق هي مفيش مواهب. المواهب اللي موجوده والله على القد. لكن انا ضد فكره الترويج ان مفيش مواهب. احنا عندنا سوق كبير جدا في اداره المواهب، احنا بنكب المواهب في البحر في المرحله من 13 سنه ل 16 سنه. طيب ما احنا لازم نخش نتعمق جوه الموضوع، نعرف هي المواهب بيحصل لها ايه اصلا، الاختيار في قطاعات الناشئين شكله عامل ازاي، هل بيكون فعلا اختيار بما يرضي الله ولا اختيار مليان حب وكنتالوب زي ما انا قلت قبل كده، والواسطه بتاثر ازاي على وجود المواهب، والمدرب بيبقى عارف ان اللاعب اللي جاي ده جاي واسطه ولا بيتفاجئ، وهل ده اثر على البنيه التحتيه وخلى شكل منتخبنا عامل كده، وعندي اسئله كتير اكتر من كده في دماغي، فكان لازم حد يجاوبني من جوه المطبخ، ففضلت ادور ما لقيتش احسن من الكابتن شريف عثمان. عارف اول سؤال هتساله يا كابتن بهاء مين شريف ده؟ انت جايب لنا اي حد لقيته كده في الشارع؟ اقول لك عيب، انتوا عارفيني كويس، احنا ملناش غير في الضيوف التقال من ايام ميدو شات كوره. انا اسمي ميدو اند ذس از كنترول زد. طب يا ترى مين الكابتن شريف ده؟ كابتن شريف عثمان، مساء الخير. مساء الفل، ازي حضرتك يا كابتن سيف؟ كابتن شريف برحب بيك. اهلا يا اسلام، ازيك؟ اخبارك ايه؟ مع ضيفنا اليوم الكابتن شريف عثمان، المدرب صاحب الخبرات الكبيره، مدرب المشاهير، صاحب مدرسه تطوير حراس المرمى. انا الحقيقه عجباني اجاباتك جدا وعجباني شجاعتك. انت تخيل حسام بجد والله العظيم، انا يوم ما رحت لشوبير كابتن احمد قال لقيته واقف بيقول له انت ما بتتمرنش بكورك ليه؟ فين شنطه الكور بتاعك؟ الكابتن حضرتك شغال برايفت بس ولا حضرتك موجود في حته؟ لا انا بشتغل برايفت بس من ساعه ما بدات تدريب. خد بقى عندك مدرب حراس اشتغل وطور اكتر من 80% من حراس الدوري المصري. ابو جبل طور مستواه في 2022 وخلاه يظهر بالشكل اللي احنا شفناه ده. مدرب البلعوطي من ايام انبي لحد ما وصله منتخب مصر. مدرب سيحه وساهم في انتقال سيحه للنادي الاهلي. اشتغل مع محمد صبحي في الزمالك في الفتره اللي كان موقوف فيها. اشتغل على محمد بسام وقت الدوره الرباعيه اللي هي كاس السوبر لو احنا فاكرينها. خرج اصغر جون في مصر وهو بودي سمير حارس انبي وخلاه يقف على رجله كويس بعد ما تعب فتره. سبب في انتقال عمرو حسام من اسوان لزد ومن زد لدجله. واشتغل كمان مع مصطفى شوبير وكان سبب في تطور مستواه. اضيف على كلامك ان انا كشريف انا ساهمت ان انا اطور اداء فوق ال 80% من حراس الدوري المصري. عبد الرحمن سمير، محمد صبحي جون الزمالك، احنا هنقول محمد بسام، احنا هنقول عماد السيد، عبد المنعم تامر جون زد، ابو جبل، احمد الشناوي، مخلوف، حازم الاهلي، مروان صلاح خدته من اول ما كان الاهلي ممشيه لغايه اما وصلت بيه البايرن ميونخ. كده الكابتن شريف احتك بجميع مستويات الكره في مصر، مظبوط؟ عديت من اول احقر درجه في كره القدم الدرجه الرابعه ومراكز الشباب لغايه حراس المنتخبات. طيب حد بالشغل التقيل ده يا كابتن شريف، ايه سبب قله ظروف الاعلام؟ هتعرف حلقه النهارده. طيب ايه المعايير الاساسيه اللي لازم تتوفر عند اللاعب الناشئ عشان يتقبل في الاختبارات بشكل عادل؟ فاول حاجه الاساس في الكوره لازم العلاقات. لازم ان انا ابقى كلاعب انا عارف انا داخل على مجتمع عامل ازاي او منظومه عامله ازاي، فلازم رقم واحد العلاقات. مش مهم المهاره قد ما هي المهم العلاقات. المهاره كده كده موجوده وكده كده في ناس كتيره بتعرف تلعب، بس الاهم هي انت عارف انت عايز توصل في مكان عامل ازاي. انت بتدور على فرصه في اكتر من 200,000 واحد بيدور على نفس الفرصه. افهم من كده ان العلاقات ساهمت في ظهورك كمدرب حراس. طبعا اي شغل في الدنيا لازم العلاقات هي اللي بتساعدك علشان تشتغل اي شغلانه او عشان توصل لاي شغل انت عايز تشتغله. لازم تبقى معروف في المجال. فلو هتبقى معروف في المجال عن طريق ايه؟ عن طريق العلاقات بتاعتك بالناس اللي حواليك. تمام؟ هل مثلا انت لو عايز تشتغل في بنك او لو عايز تشتغل في شركه مالتي ناشونال، هل انت تقدر ان انت تخش المجال من غير ما يبقى حد عارفك اساسا؟ مستحيل. بنشوف اهالي كتير بيرموا ولادهم في اختبارات الناشئين وممكن يكونوا ولادهم مش مؤهلين ان هم يتقبلوا، يعني اجسامهم مش مؤهله لده، فهل في سمات معينه للناشئ عشان يتقبل؟ عند الرياضي عموما اهم حاجه الصفات الجسمانيه والسمات الاراديه. اول حاجه الصفات الجسمانيه ان جسمه يبقى بدنيا لائق باللي هو داخل عليه. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش مثلا ان انا اجيب لعيب كوره عشان يلعب لدوري قوي زي دوريات الجمهوريه في الناشئين ويبقى مليان، او يبقى مثلا عنده تشوه في القوام، او يبقى عنده مشاكل في تكوينه العضلي. تمام؟ ده حاجه مستحيله، مفيش مدرب هيقبل بكده. ده يعني الحاله اللي بترضى بكده بتبقى واسطتها فوق الوصف، يعني بتبقى واسطتها حاجه فوق رئيس النادي نفسه. طب هل قبل ما تتعمل الاختبارات هم اساسا عارفين هم هيختاروا مين؟ طبعا بيبقوا عارفين هم هيختاروا مين. حلو، ده يخليني اخش معاك في حته الوسايط. بتبقوا عارفين بقى ولا مش عارفين؟ نبقى عارفين
بنعمل اننا مش عارفين، وهو بيبقى عارف ويعمل نفسه مش عارف. يعني مثلا لو حد جاي من طرف رئيس النادي، طرف جهه سياديه، من طرف ايا كان، هل ده مش متخيل ان هو 7000 تليفون اتعمل على المدرب واتقال له ان فلان جاي لك النهارده؟ 7000 8000 تليفون، فلان جاي لك النهارده، فلان جاي لك النهارده. هو هيروح، هيبقى بابا قايل له ايه، روح واشتغل، روح وربنا معاك ومش عارف ايه، فهو هيعمل نفسه ان هو مش عارف. وفي حاجات بتبقى بلهاء في النص، اللي هو مثلا ايه، انا عارف واحد جوه النادي، بروح وقت داخل الاختبار، اروح رايح لاكبر راس في الاختبارات، رئيس قطاع مثلا او نائب رئيس القطاع او مدير فني الفرقه وبتاع، اروح له كابتن انا من طرف فلان الفلاني، ما يرفضك. فهمتك، قصدك اللي جاي واسطه مش محتاج يقول. الواسطه اللي جاي، اللعيب اللي جاي الواسطه هو مش بيقول ان هو جاي واسطه، بس هو معروف ان هو ده الواسطه، وما تقبلش الشخص اللي ما قبلوش هيمشي، واللي جاي من وراه ممكن بيبقى فيها صرف على نادي كامل. فلا طبعا. اللاعب الواسطه اكيد ليه معامله خاصه عن زمايله، عايز اعرف زي ايه مثلا انا والمشاهدين. اللاعب الواسطه طبعا ليه امتيازات عن زمايله، ان هو بيبقى علاقته بالمدرب غير علاقه اللي جاي من خارج القاهره، سواء من اقاليم او من الصعيد او من الارياف، بالمدرب تماما. ممكن توصل ان هو ما بيقولش المدرب يا كابتن، يقول له انكل. المدرب اسمه محمد يقول له حماده. كشريف مثلا ممكن الاقي واحد يقول لي يا شيكو. انت ايه يا ابني، انت مجنون يا ابني، انت في دماغك حاجه. انت خطيت حاجز الاحترام، الموضوع ما بقاش كوره كده. كان في لعيب في نادي وهو لسه بيتكون، النادي ده في الدوري الممتاز دلوقتي، نادي مشهور قوي واللعيب مشهور قوي، بيروح منتخب وبيلعب وبتاع وكده. هو والده اول لما النادي ده اتكون قال لك اللي هيعمل له اسيست هيديله مبلغ بالدولار. مبلغ حرفيا بالدولار. كانت الفرقه كلها بتخدم على اللعيب ده عشان يبقى نجم. ده الفرقه كلها بتديك، ده اللي بيرقص الجون بيديها لك عشان تجيبها انت، عشان ياخد $5 ولا $10. جدا جدا على صدره ميمو والجون، مفيش رايه، مفيش صفاره، ترقيصه هي دي، هوبا في العارضه يا راجل. ينفع كده يا حسن؟ ما انا يا باشا ما اقدرش ارش العارضه. طيب ما كده اللاعب الواسطه ده اكيد شخصيه عنجهيه، لان هو مسنود ومش همه حد. هو طبعا بيبقى عنجهي جدا، هو في مشكله كبيره قوي في اللعيب الواسطه، ان اللعيب بيبقى هو واهم نفسه، زي ما في الاول كان واهم نفسه ان هو ما حدش يعرفه، او ان هو رايح الاختبارات وما حدش يعرفه. هو واهم نفسه ان هو ما فيش زيه. يعني ايه؟ يعني انا ما فيش زيي، تمام يا ابني، انت ما فيش زيك، انت في احسن منك كتير قوي، انت في احسن منك كتير قوي 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 قوي، انت الشعب نفسه احسن منك. عشان الكوره مثلا في ماتش ده انا يفضل عايش عليها 6-7 ماتشات لقدام، مع انه بيغرق فرقته، عشان الموضوع ما يتاخدش على اشخاص معينه. في الاخر هي رياضه، يعني لازم هيبقى في كسبان ولازم هيبقى في خسران. اللعيب الوسطى ده هو سوسه او مش سوسه، هو تعبان بينهش في المجتمع الرياضي كله. المشكله الاعلام بيطلع يقول لك ايه بقى، هو ماتش السوبر مين اللي جابه؟ معلش، ما هو قصاد السوبر ده ضيع كل البطولات اللي انا قلتها دي، ولا انا غلطان؟ شفنا في اخر فيديو ليا ان منتخب الشباب فضل يغير مدربين عمال على بطال، هل ده اثر على البنيه التحتيه لمصر؟ طبعا، لان البنيه التحتيه، بص، اي مدرب يروح المنتخبات هو معروف هو بيروح ازاي، هو بيروح من جهات معينه ينط على اتحاد الكوره، تمام. الجهات المعينه دي هي مش شايفه غير فئه معينه من المدربين. لو خدت بالك ان علشان تدخل المنتخبات هي مش شرط تكون مدرب في الجيل ده، بقى الموضوع ده كوميدي على اي جيل، عشان ما حدش ياخد الكلام على نفسه. انت بتيجي على جيل انت ما تعرفش عنه حاجه، هتحضر له كام ماتش، هحضر الاهلي والزمالك، هحضر الاهلي وزد، هحضر الاهلي وبتروجيت، هحضر الزمالك وبتروجيت، هحضر انبي والاهلي. طب انت شفت الجيل نفسه عامل ازاي؟ انت شفت انت كراجل اتحطيت في مسؤوليه انتقاء، انت متخيل انت ظلمت كام ولد، فيه كام شخص بيدعي عليك؟ طيب انت كاتحاد انت حطيت، او انت كشخص مفوض من اتحاد الكوره انت حطيت معايير معينه علشان تختار على اساسها الولاد. حطيت مثلا الباك رايت مثلا عايز يبقى عامل كذا اسيست في الدوري، اهم حاجه بالنسبه للباك ان هو يطلع ويرفع، هتلعب يبقى عندك اطوال في ال 18، وحطيت الكرايتيريا على هذا الاساس. انت ما اعلنتش الكرايتيريا، بتجيب الولاد وتمشيهم، بتعمل معسكرات للولاد الوسيط اصلا، للولاد العلاقات، الولاد ما بتلعبش في فرقها، وكلاء بتيجي تقبضك من تحت الترابيزه وتقول لك لاعب فلان ده علشان لما يطلع يتعمل له عقد في النادي هيبقى ليك نسبه. يعني لا طبعا، الموضوع وحش قوي، موضوع بايخ. يعني الحسنه الوحيده اللي اتحطت كان مدرب حراس 2010. طب ما المدرب ده كده هيشيل مسؤوليه كل الشباب اللي ابتدي عليه. لو قلنا ان الجيل الواحد فيه 900 لعيب، 30 في 30 نادي، في كل قائمه فيها 30 لعيب، يعني 900 لعيب، ده بير مينيمم، ده حاجه مينيمم المينيمم. من ال 900 دول في 850 بيدعوا عليهم، و50 بيقول لك ايه الكابتن اختارني. بناء على ايه؟ الله اعلم. ما تقوليش بناء على انه لعيب. يعني اللعيبه دي ما بتروحش عشان موهوبه؟ هو انا هسالك سؤال، هو منتخب 2005 ده دي لعيبه موهوبه؟ دي لعيبه بتوصل لغايه ال 18 وتشوط بره الجون، وتشوط في السماء. الكابتن اسامه نبيه شفناه في اخر فتره ما كانش بيضم غير لعيبه فيرست تيم، وظلم لعيبه زي لعيبه الاتحاد السكندري، فانت ايه ردك على الموضوع ده؟ مع الفريق الاول يا عم الحاج، ده هو نازل 5 دقائق في ماتش في الدوري الممتاز، ده ما لعبش. لما تروح وانت بتلعب غير لما تروح وانت قاعد دكه في فرقتك، واظن كانت واضحه وصريحه قدام الناس كلها. بقى انت كمان جايب ناس دكك، وبعد ما تجيب
الناس اديتك بتوظفهم باختراعك في الملعب، تجيب الباك تلعبه فيرود، تجيب المساك تلعبه باك، تجيب الوينج تلعبه نص ملعب. ايه يا عم ده؟ انا قلت في حلقه اللي فاتت ان اللعيبه دي كانت مفروضه على كابتن اسامه نبيه. مليون المية كان في نسبه مش قليله منهم مفروضين. لما اختيارات الناشئين تبقى كلها عشوائيه طبيعي اننا نشوف دوري الجمهوريه بشكل باهت ومليان لعيبه ملهاش مستقبل. بس السؤال هنا، هل العشوائيه في اختبارات الناشئين هي السبب الحقيقي في ضعف دوري زي دوري الجمهوريه اللي هو دوري 2005 و2006 و2007؟ بيطلع منظر دوريات الجمهوريه اغلب الماتشات قذر، كره بتتشاط من هنا لكره بتترد من هنا، كره بتتشاط من هنا لكره بتترد من هنا، اللهم الا 5-6 ماتشات اللي بيبقى عليهم الطل، الفرق اللي بتحاول ايه تلعب كوره، تيجي تتفرج تقول يا نهار اسود ومنيل. طب انا اي لعيب هيقول لك هو انا ما اتخدتش مكان ده ليه؟ ده اللي كان جامد قوي، اللي شد عينيكوا كلكم الفظيع ده، حارس المرمى ده اللي اخد مثلا 60 جون في نص موسم، ده اللي كان فظيع. يعني هل ده منطقي؟ بقى اي حد بيصحى من النوم يقول لك انا هفتح اكاديميه كوره ويجيب عين وصفرتين وخلاص بقى مدرب. ايه رايك في الكلام ده؟ طب واخرتها تفضل تقول لي هفتح اكاديميه وبتاع؟ الاكاديميات بيزنس والناس كلها تشتغل والناس كلها تمارس وبتاع، والكلام ده مظبوط جدا في اي حته في الدنيا، في امريكا، في اي حته في الدنيا، تمام. بس ايه القواعد اللي انت بقى حطيتها علشان تختار لعيبه او تدرب ولاد في اكاديميه كوره؟ ما تقوليش القواعد اللي هي الغبيه جدا بتاعت ان الباصه ببطن رجلك والشوطه ببوش رجلك، تمام؟ البيلين بيتركن ببطن الرجل، لونج باص بيتعمل بوش الرجل، بتقعد تزعق الجعرتين في العيال، ما حدش هيصدقك، هيحس انك اهبل في الاخر، فاهم ازاي؟ هتحس انك انت بتعمل ايه، تمام؟ انت واقف. انا اعرف رئيس قطاع في نادي كبير جدا من الانديه التوب 3 في مصر، كان بالنسبه له اهم حاجه في تمرين اكاديميه ان هو يرص اطباق ملونه. بالنسبه لولي الامر او بالنسبه للي قاعد بيتفرج من بره، ان الملعب يبقى فيه الوان كتير، دي بالنسبه له كره القدم. على اعتراضين على الحكم، على جعرتين في الملعب، بقى كده انت عملت ايه؟ اكاديميه كوره ناجحه. لما تبقى دوله فيها 116 مليون نسمه المفروض تكون بتمطر مواهب من السماء، بس الواقع بيقول عكس كده تماما. فهل المشكله ممكن تكون في العدد؟ انا هرد عليك السؤال ده بسؤال تاني، تمام؟ كثره البضاعه بيفرز لك ايه؟ بيفرز لك اسواق تانية انك تبيع فيها. يعني انت دلوقتي عندك لعيبه بالهبل، تمام؟ عندك المفروض ان عندك دوري فيه مباريات اتحاد الكوره بينظمها لك، تمام؟ فيها حكام، فيها تدريبات، فيها ناس بتشتغل، فيها ناس بتقبض، فيها قطاع كامل، تمام؟ فيها عدد من الممارسين بالهبل، تمام؟ الطبيعي ان انت تخلق للعيبه دي اسواق تانية. يعني ايه؟ يعني يبقى في شانلز تانية غير الدوري الممتاز والمحترفين والممتاز به اللي يبقى فيه لعيبه مصريين. بمعنى ايه؟ دوريات في افريقيا، دوريات في درجات اقل، ممكن دوريات في درجات اقل، بس الموضوع يبقى شكله مقنن، ما يبقاش احنا بنضحك على بعض، ما يبقاش انا مسافر مثلا اقضي وقت على البحر واجي اعمل عليها على الناس محترف، ما يبقاش ان انا مسافر مثلا قاعد في اسبانيا في مقاطعه في حاره من زقاق مش عارف ايه وبتاع، واقول انا محترف في اسبانيا. محترف ايه يا عم الحاج؟ ده بقى اللي اسمه احتراف وهمي. طول الوقت الاعلام بيتكلم عن المناظرات والترندات الفاضيه، بس عمرنا ما سمعنا برنامج بيتكلم عن مشروع الناشئين مثلا. ففين دور الاعلام في صناعه جيل جديد من اللعيبه بدل ما هم بقى واضح انهم مفلسين جدا وما عندهمش اي افكار جديده تتقدم؟ الدور الطبيعي للاعلام ايه هو؟ ان هو يبرز اي موهبه، تمام؟ ليه؟ لان احنا بنلعب رياضه في الاول وفي الاخر. احنا بنلعب ايه؟ احنا بنلعب رياضه، احنا مش بنعك الدنيا، احنا بنلعب رياضه، تمام؟ فالكويس بيبان ان هو كويس والوحش بيبان ان هو وحش، تمام؟ انما ما ينفعش يبقى شغل الاعلام مش شاغل شويه ملح وفلفل يتحطوا على تشجيع الاهلي وتشجيع الزمالك. ما ينفعش. في حاجات في الوسط الرياضي اكبر بكتير قوي من مدير فني الاهلي. مدير فني الاهلي هيجي يقعد كام سنه؟ يقعد سنتين، 3 4. طيب بعد 3 سنين هل تعرف ان جيل 2007 اللي راح يلعب تصفيات كاس عالم ده هيبقى هو بتاع الفريق الاول؟ تمام؟ هل تعرف ان جيل 2007 اللي مع كابتن وائل رياض اللي طلع في فيديو قاعد يقول لك الفيرود والهافين والمش عارف ايه والكلام ده كله والاثنين مساعدين وبتاع، امسك بنزين وسيب البرياش واحده واحده. يعني هل تعرف الكلام ده؟ اللي هم الستتين لازم يبقوا تحت الرابط، والاثنين الهافين لازم يبقوا فين؟ يخشوا كده على طول من ورا الرابط. فاهمين؟ انا فيرود نزلت لقيت 2 مساعدين والاثنين اللي ورا لازم هم الاثنين ايه؟ على طول يقفلوا على الجول. على الفيست اب. اما الدبل اب ده بيحتاج قطع الوينجين في النص وفي العمق. 2 بيأخروا، 3 بيقدموا. الساعه قدمها عشان التوقيت الصيفي، ما تنساش دي برضه تقدمها مع تقدم امام عاشور. قدم الساعه كمان، خلاص كلها كمان نقدم الساعه الصيفيه. اي زرط قاعدين كلهم مفيش كوره. تيجي بعد كده تقول ايه؟ اصل مصر مثلا ما فيهاش مركز فيرود، تمام؟ هل تعرف متوسط اعمار الفراوده كام عشان تقول مثلا ان جيل 2005 هو اللي محتاجه المنتخب مصر الاول مع كابتن حسام حسن بالاختيارات اللي هو بيختارها دي؟ محتاج مين من جيل 2005؟ هو بيختار مركز ناقص عنده، مش مركز الاعمار فيه كبرت.
لما يقول ان هو بيستبعد احمد الشناوي عشان خاطر الاعمار، انا ما اعرفش التصريح ده صح ولا غلط، زي ما يقول ان هو بيستبعد احسن حارس في مصر وبطل افريقيا السنه اللي فاتت عشان خاطر ينزل بمعدلات الاعمار. احنا بنهرج. لو عايز ينزل بمعدلات الاعمار تمام، هو واخد محمد الشناوي اكبر منه. محمد الشناوي جول منتخب مصر، الجول الاساسي بقاله كتير. بس السؤال دلوقتي، واحد واخد بطوله قاريه، واخد بطوله قاريه، ما يستحقش ان هو يبقى متواجد في منتخب مصر؟ ولا هي مشاكل تانية، مشاكل قديمه ما بين الاثنين من ايام ما كانوا في بيراميدز مع بعض؟ دي حاجه مهمه قوي. لو انت هتاخد بذنب اللعيبه ان هو في مشاكل كانت قديمه ما بين لعيب ومدربه في اختياراتك، يبقى انت عندك حاجه اسمها كونفليكت اوف انترست، تضارب مصالح. انت جاي مدرب منتخب مصر عشان تنتقي اللعيبه بتاعه منتخب مصر. بيتقال اخر فتره ان اللي حابب يراعي ضميره في الكره المصريه ما بيكملش. لان بيبقى الاختيارات مش على الهوا اللي حواليه، الاختيارات اللي حواليه بيحكمها هوا تاني خالص. ده سبب في نجاح المدرب الاجنبي عن المصري. الاجنبي بيختار احسن حد ويطوره، انما اللي في مصر فيه عوامل تانية خالص بتدخل في الاختيارات للمنتخبات وللانديه الكبيره وحاجات دي. معلش انا برضو مصمم على حته قله ظهورك في الاعلام، يعني ما بتطلعش في الاعلام ليه؟ هل مثلا المناظرات والخناقات الفاضيه اللي بتحصل دي مش على مزاجك؟ انا ما بطلعش في الاعلام عشان كده. يعني انا في يوم من الايام كنت بصور حلقه، فقابلني حد اعداد انا اعرفه لمذيعه مشهوره، مذيعه لامعه جدا دلوقتي ما شاء الله عليها، ما بتقعدش يومين 3 في بلد. قالت لي انت ما حدش يعرفك ومش حدش يعرفك في الوقت ده. انا بمرن ابو جبل وبمرن ناس كبيره قوي، ناس جامده جدا ومع افريقيا وبتاع وكده. فانا لا، انت ما حدش يعرفك وبتاع وكده. هو ما حدش يعرفني عشان انا عامل لها بلوك اساسا، عشان يعني فعلا بقرف من اللي هي بتقدمه. قالت لي انا ممكن اجيبك في البرنامج عندي واطردك، مصر كلها تجري وراك عشان تشغل. كان هي هتجيبني وتعترض على رايي في لاعب معين او في لاعب انا بمرنه، او وجهه نظري تبع الانديه اللي انا بشجعها، النادي انا بشجعه او نادي او وجهه نظري في الكوره، وتتبنى وجهه نظرها وتقول لي ما ينفعش وتروح طرداني. هي كده بالنسبه لها كده ايه، بتقول لي كده مصر كلها تجري ورا. دي فكره في الاعلام، دي فكره موجوده. يعني انا مش هينفع معايا انا كده. يعني انا هبص لنفسي في المرايه ازاي؟ يعني اروح مدرسه بنتي وابني وانا بجيبهم من المدرسه قاعد يقول لي المطرود اهو. حقنا ندير الحلقه زي ما احنا عايزين وزي ما احنا شايفين. لما حضرتك تقول نقطه هو لازم يرد عليها وبعدين ما تزعقيش. لا حضرتك اصلك عملت اتعلمنا من ساعه ما دخلت. اتفضل مع السلامه، يلا اتفضل مع السلامه. احنا اصلا مش عايزين لا ملحدين ولا كفره اساسا. استضفتوها ليه وعيب؟ اتفضل. ما احنا بنقدم فكره عشان الناس تتعظ منه. ايوه تتعظ من الكفر والالحاد وهذه الظواهر المشينه في المجتمع. يعني اتقوا الله في الولاد، اتقوا الله في الاختيارات، اتقوا الله في شغلكم، اتقوا الله في الوقت اللي انتوا بتدوه للولاد، اتقوا الله في الفلوس اللي بتجيلكم. في نهايه الحلقه انا في فيديو الوسايط كنت قلت الجمله دي. المشكله تعرفوا بجد فين بقى؟ ان تحس ان مركز حراسه المرمى ده في الاهلي هو صراع العروش، كل واحد معاه ابنه بيلعب هيتخانق لابنه عليه. جيم اوف ثرونز، ايوه صراع العروش. فشايف ان مفيش حد يدلنا على الحته دي غير الكابتن شريف بما ان هو مدرب حراس. فايه رايكم نجيب الكابتن شريف في حلقه تانية في اسبوع مختلف ونحلل صراع العروش ده من جوه؟ في نهايه الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واعمل لنا كل الحركات الجميله دي. فولو على الانستجرام عشان انتوا نسيتوا الانستجرام. كمان عندنا بيدج على الفيسبوك، نورونا في البيدج اللي على الفيسبوك. وهل استمتعتم باللقاء مع الكابتن شريف ولا لا؟ وشايفين ننفع كمحاور ولا بلاش ارجع للاداء الصوتي؟ والسلام عليكم.